سمعت قبل كده عن مصطلح الأب أو الأم الهليكوبتر؟ ده مصطلح موجود بيعبر عن الأب والأم الهليكوبتر، اللي هي بتحوم حوالين أولادها دايما، اللي بتعمل على الحماية الزائدة لأولادها. وغالبا بيكون الناس اللي خلفت بعد سن 35 أو 40 سنة مروا بخبرات كتير ومروا بتجارب كتير، بقى في خبرة وبقى في نضج عالي في التعامل، عكس الأهالي اللي بيكونوا في بداية العشرينات. فاحنا بنجرب احنا وولادنا وعلى الله حكايتنا وهنشوف التربية دي هتمشي معانا في ايه. بالعكس الناس اللي عدت ال30 أو ال40 خصوصا بيبقى خبرة الحياة عالية قوي، فاهم الدنيا أكتر، فبيحطوا بقى الولد ده موضع تحت الميكروسكوب، بيتابعوا الموبايل بتاعه فيه ايه، مدرسة فيها ايه، صحابه مين، بيعملوا ايه، بيسووا ايه. لو حد كلمه في المدرسة احنا بنروح نجيب حقه، ولو هو عمل حاجة لا مش مسموح انك تغلط احنا هنساعدك فيها. خصوصا الامهات اللي بتعمل الهوم ورك او بتعمل الواجب لاولادها، انتي بتوفري عليه يعني خبرة كبيرة جدا ان هو يتعلم عن طريق المحاولة والخطأ. حتى لو عمل غلط وتعاقب من الميس عادي، ايه المشكلة؟ ما هو لازم يتعلم الصح. ان كل حاجه مظبوطه وماشيه تبع الخطه وتبع المواعيد والتو دو ليست، ده برضو بيوفر على الولد حته ان هو في مرونه في الحياه. ده بيندرج تحت نوع من انواع التربيه الخاطئه اللي هو الحمايه الزائده. ليه؟ لان الطفل بيطلع ثقته بالنفس اقل، ما بيتعلمش عن طريق المحاولة والخطأ، ودي نظرية من نظريات التعلم المهمة جدا وهنبقى نتكلم فيها في فيديوهات جاية. الطفل بيطلع مهزوز ومش عارف يعمل حاجة غير لما ماما او بابا هما اللي يأكدوا ده صح ولا غلط. عشان كده جاء مصطلح الهليكوبتر، حوامة، حاجة بتحوم حوالين شخص مش مدياله فرصة ان هو يقدر يعمل حاجة.